زي ما قلنا ان حديث اليوم في مصر هو الانتخابات الرئاسية وما يحاك بالانتخابات الرئاسية وما يتحفز لها من ايجابيات تجرى في شهر مارس القادم. ايام بسيطة جدا وتجرى الانتخابات الرئاسية. كتير جدا زي ما قلنا واثقين ان الرئيس عبد الفتاح السيسي هينجح لتاريخه وموقفه البطولي يعني اللي وصفوه الناس بالزعامة وانجازاته المتعددة المتلاحقة لحد النهارده بيقعد يفتح فيها لغايه الوقت. قالوا ان الناس هتركن لهذا الموقف ومش هتنزل الانتخابات لانه ناجح. لا، خطأ هذا الكلام. هذا الكلام كان مدخلنا ومدعانا لاجراء هذا الحوار. عاوزين نقول ان الاطمئنان لهذا الموقف خطر جدا. احنا بيحاك من حولنا زي ما قلنا على مدار الحلقه مشاكل لا حصر لها. دول كتير متربصه لينا بسبب الانجازات اللي احنا عملناها اللي هو عملها او تمت في عهد السيد الرئيس، وعلى المدى البعيد هتخلي مصر او بالفعل مصر خلاص وقفت على عتبه الدول المتقدمه في العالم. ده بيخلي الناس يعني في ناس في مصر من الاعداء من اخواننا البعده بيحاولوا يعملوا فتن وشائعات كتير جدا جدا تعوق تقول لك ما هو نجح خلاص هتعملوا ايه؟ لا، لازم كلنا ننزل نصوت والا كلنا هنضيع. تاني باكدها، كل اللي وقف مع الرئيس ال 23 مليون في المره اللي فاتت وايدوه وقالوا له ينزل ونزل، الناس دي لو ما نزلش تاني هتضيع مصر كلها. هتضيع مصر الى لا نهايه لا قدر الله. لازم ننزل نصوت. هو يوم تاريخي. نلتقي في هذا الحوار مع المؤرخ الكبير الأستاذ الدكتور شلبي الجعيدي رئيس قسم التاريخ، والأستاذ الدكتور رياض الرفاعي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية آداب جامعة المنصورة. أهلا بحضراتكم. أهلا بحضرتك. في البداية بسمع إن كان في زمان، إحنا ما عشتش الكلام ده، يمكن حضراتكم برضه، التاريخ كان ملكي ووالي وخديوي وتدرج لحد ما بقى رئاسي. والتاريخ طبعا قسمين، قسم إسلامي وقسم معاصر. التاريخ الإسلامي من وجهة نظر سيادتك بدأ إزاي نظام الحكم فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن فترة التاريخ الإسلامي هي بتبدأ من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد وفاته كان لابد من اختيار خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتم اختيار أبو بكر الصديق بناء على قواعد ومحددات معينة ارتضاها المهاجرون والأنصار. ويمكن لو أنا استخدمت بعض المصطلحات الحديثة بالنسبة للتاريخ الإسلامي أقدر أقول أنه كان هناك استفتاء وكان هناك انتخاب، لأنه كان بيتم اختيار واحد ثم يتم الاستفتاء عليه، بمعنى أن يقوم الناس بمبايعته، كلهم أهل الحل والعقد يبايعوا هذا الخليفة فيعتبر خليفة للمسلمين. في عهد عمر بن الخطاب بالذات يمكن قبل وفاته حدد 6 أفراد لكي يتم اختيار أحد الأفراد من بينهم. وإحنا عارفين الانتخابات هي تعتبر اختيار من متعدد. وده كانت الرؤية اللي كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. بعد انتهاء عصر الخلفاء الراشدين ما أصبحتش فيه يمكن الشورى لم تعد ذات جدوى أو لم تطبق، خاصة في عصر الدولة الأموية. أصبح حكم نظام وراثي، ما فيش دخل للشعب ولا للأفراد ولا أهل الحل والعقد في اختيار الحاكم. أصبح بيفرض من قبل الخليفة القائم في فترة الدولة الأموية وفترة الدولة العباسية. حتى في مصر الإسلامية عندنا أصبح بيعين لها والي، ثم أصبح هناك يعني خليفة بعد ذلك في عصر الدولة الفاطمية، ثم أصبح سلاطين وملوك، وأحيانا يطلق برضو الملك الفلاني أو السلطان الفلاني، إلى أن أتينا في العصر الحديث وعصر ظهور بقى النظام الديمقراطي وعملية النظام الجمهوري يعني إرادة الشعب التي تحدد من يتولى رئاسة الجمهورية في العصر الحديث. ده بإيجاز يعني. ده النظام الجمهوري بقى، وده تاريخ حديث. هنا بنرجع للأستاذ الدكتور رياض الرفاعي ونشوف برضو نظام الحكم كان زمان في التاريخ الحديث ازاي. وبسم الله الرحمن الرحيم. مصر في التاريخ الحديث تبدأ 1517 لما جه الحكم العثماني وأسقط الدولة المملوكية. وكان أول لقب يعني تقلد به حكام مصر هو لقب والي أو باشا. وأول والي أو باشا حكم مصر هو خير بك. خير بك هو اللي تولى منصب الولاية في وجود السلطان سليم الأول
السلطان العثماني. تمام. تناوب على حكم مصر من الولاة والبشوات 109 والي، أولهم خير بك وآخرهم إسماعيل باشا. تمام. اللي هو بعد كده بقى اسمه الخديوي. محمد علي كان باشا، محمد علي والي أو باشا. في عهد الخديوي، في عهد إسماعيل اتغير لقب حكام مصر من باشا أو والي إلى خديوي. تمام. وتقلد حكم مصر بهذا اللقب 3: خديوي إسماعيل، خديوي توفيق، خديوي عباس حلمي الثاني. تمام. لما قامت الحرب العالمية الأولى عزلت إنجلترا، فرضت إنجلترا الحماية على مصر، وعزلت الخديوي عباس حلمي، وعينت حسين كامل سلطانا، وبالتالي كان هذا هو اللقب الثالث، سلطان. تمام. حمل لقب سلطان 2: السلطان حسين كامل ثم السلطان فؤاد. تمام. لما مصر اتلغت الحماية وحصلت مصر على الاستقلال الاسمي، اتغير لقب الحاكم طبقا لدستور 23 إلى لقب ملك. تمام. فأول من حمل لقب ملك هو السلطان فؤاد. تمام. يعني السلطان فؤاد اتغير لقبه من سلطان إلى ملك. حكم مصر 3 ملوك: الملك فؤاد 22-36، الملك فاروق ابنه 36-52، الملك أحمد فؤاد الثاني ابن الملك فاروق من 26 يوليو لما أجبر الملك فاروق على التنازل عن العرش حتى 18 يونيو عندما تقرر إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية. تمام. بدأ الجمهورية بقى. تم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية. تمام. تولى مصر اللقب الرابع، هو لقب رئيس جمهورية مؤقت. يعني رئيس جمهورية دون انتخاب. تمام. فعندي 3 رؤساء جمهورية مؤقتين: محمد نجيب 53-54 بعد عزل الملك أحمد فؤاد الثاني، ثم صوفي أبو طالب في 81 بعد اغتيال الرئيس السادات، ثم عدلي منصور بعد عزل محمد مرسي وصدور الإعلان الدستوري في 3/7. لا، الدستوري بتاعنا احنا بقى 3/7 الإعلان الدستوري اللي هو أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت، اللي هو المشير عبد الفتاح السيسي. فتولى فتحي عدلي منصور تولى رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة بصفته، لأن ما كانش في مجلس شعب، بصفته رئيس مجلس رئيس المحكمة. اللقب الخامس هو لقب رئيس مجلس قيادة الثورة، وتولى هذا اللقب 2: محمد نجيب في وجود أحمد فؤاد الثاني، وثم جمال عبد الناصر بعد العزل نجيب سنة 54 في حادثة 4 مارس 54. ظل جمال عبد الناصر رئيسا للوزراء ورئيسا لمجلس قيادة الثورة حتى 1956 عندما صدر دستور مصر المؤقت 56، فتم انتخاب جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية، وبالتالي كان هو أول رئيس جمهورية منتخب بالاستفتاء. بالظبط. تمام. يعني بس منتخب عن طريق، ما كانش انتخاب متعدد زي ما الدكتور شلبي قال يعني. فجمال عبد الناصر أول رئيس جمهورية. طبعا محمد نجيب مؤقت. أول رئيس جمهورية من 56 ل 70 عندما توفى عبد الناصر، ثم تولى السادات 70-81، ثم تولى مبارك 81-2011، ثم تولى مرسي 2012-2013، ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي من 2014 وحتى الآن. اللقب الأخير اللي هو الثامن اللي تولاها رؤساء مصر هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللي هو تولاه المشير طنطاوي بعد 25 بعد إعفاء أو تنحي الرئيس مبارك حتى تولية عدلي منصور رئيسا، حتى تولية محمد مرسي رئيسا بعد انتخابات 2012. مصر الجديد قلبي معاك. كلنا عارفين ان المسؤولية كبيرة وان في مشاكل كتيرة في مصر، لكن ان شاء الله ربنا هيكون جنبك وكلنا وراك، وهنحقق لمصر اللي كلنا بنتمناه. عايزين نشوف مصر الجديدة، مصر القوية، مصر اللي عندها كرامة، مصر المثل الأعلى لكل البلاد. نرجع ونقول بقى ان احنا في شهر فبراير الحالي، يوم 23 منه او 24 حتى 23 مارس اعلان الرئيس وفتره الدعايه الانتخابيه. تجرى انتخابات في الخارج 16 و17 و18، وفي الداخل في مصر هنا 26 27 28.
الانتخاب في مصر حاليا يا دكتور رياض، وده وضع حديث يعني، اسمح لي يا دكتور شلبي يعني ده وضع حديث وارجع سيادتك تاني. نظام قالوا رئاسي وشبه رئاسي وبرلماني، اي الانظمه افضل في النظام المصري؟ افضل نظام هو النظام المختلط. احنا عندنا 3 انظمه. تمام. نظام رئاسي، نظام برلماني، نظام مختلط. النظام الرئاسي السلطه في ايد رئيس الجمهوريه لوحده، وكتير مش عاوزين دي، بس نحن نميل لهذا. نحن نميل الى هذا. شخصيه الشعب المصري، جينات الشعب المصري تميل الى النظام الرئاسي. تمام. حتى لو نص الدستور على غير ذلك. النظام الثاني نظام برلماني، تحكم حكومه تملك الاغلبيه في البرلمان. تمام. ده نظام البرلمان. النظام الثالث مختلط. السلطه فيه قسمه بين رئيس الجمهوريه وبين رئيس الحكومه اللي بيمثل الاغلبيه في البرلمان. تمام. اذا مالت سلطات رئيس الجمهوريه يبقى نظام مختلط شبه رئاسي. وده اللي كان موجود على الورق في دستور 71 اللي هو النظام المصري. 71 نظام مختلط شبه رئاسي، لكن كانش مفعل. لا، احنا نميل الى النظام الرئاسي. طيب احنا الان بيحكمنا ايه؟ اللي هو دستور 2014 شبه برلماني، مختلط شبه برلماني. السلطه فيه اعلى لمجلس الوزراء الذي ينتمي لاغلبيه البرلمان، بدليل ان رئيس الجمهوريه بيرشح رئيس وزراء لا يصبح رئيس الوزراء الا اذا وافق عليه مجلس النواب. بالظبط. لا يوافق على تعيين وزير الى مجلس النواب. بالظبط. فبالتالي احنا دول 3 انظمه. تمام. نظام رئاسي، برلماني، مختلط. نحن نميل الى النظام الرئاسي. تمام. لكن الان دستور 2014 نظام مختلط شبه برلماني. تمام. ده من وجهه نظري يا دكتور شلبي ان الاغلبيه كده هتكون بالنظام الحالي ده. نعم. في ايد مجلس النواب، ومجلس النواب هيرجع لاكثر الاحزاب السياسيه اللي عنده او اكثر التجمعات او الائتلافات عنده. واعتقد الاحزاب السياسيه في مصر ما شفناش منها برامج كتير جدا. حد اتقدم للرئاسه خالص قال مهندس مصطفى موسى، وكان الاستاذ سيد البدوي والحزب قال لا بلاش وحاجات زي كده. فهو دلوقتي حزب واحد اللي ظهر، باقي الاحزاب اللي عدت 116 حزب دي دورها هيكون ازاي في مجلس الشعب بالنظام المختلط ده؟ هتكون كافه في ايدهم ولا مش في ايدهم، ولا هم ما عندهمش اصلا برامج؟ لا، انا اعتقد ان الحياه الحزبيه في مصر في العصر الحالي في اضعف حالتها. يعني طبعا. يعني الحياه الحزبيه صحيح عدد كبير من الاحزاب، ولكن دون فعاليه في الشارع المصري او على ارض الواقع. تمام. وبالتالي لا هم اعدوا نفسهم لانتخابات رئاسيه، واعتقد حتى ولا انتخابات محليه قادمه. تمام. ومن هنا ده يعني ايه سببه بقى؟ يمكن يبقى فيه تفسيرات، عده تفسيرات. كلام الدكتور رياض صح فعلا. النظام عده تفسيرات اللي هو يعني لان الاحزاب غير فاعله في الوقت الحالي. تمام. كون ان يبقى فيه مثلا شخص تقدم بالترشح لانتخابات رئاسه الجمهوريه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده في حد ذاته يعني ايه حاجه جيده. تمام. يعني بدل ما كان يبقى وحيدا، لا، اما يبقى موجود يبقى في شكل ديمقراطي يبقى موجود مجتمع. هو يبقى فعاليه المجتمع المصري والشعب المصري في الخروج للادلاء بصوته وممارسه حقه الطبيعي والايجابيه في هذا الموضوع، وليختار. ايه الدوافع بقى اللي تخلي المواطن ينزل يشارك في الانتخابات؟ الدافع اقنعه ازاي كاعلام؟ اقنعه ازاي ينزل في ظل ناس اعداء للبلد قاعدين يقولوا ما تنزلش وما تشاركش وحاجات زي كده؟ هقول لحضرتك يعني اول دافع ان حق الانتخاب ده اصبح حق مكفول لكل مواطن مصري، لكل فرد في مصر، لكل فرد في مصر. وهذا الحق ما جاش من فراغ، وانما جه نتيجه يعني كفاح لفترات زمنيه طويله ان انت تمارس هذا الحق. تمام. فكونك ان انت تتنازل عنه بشكل سلبي ده ليس في مصلحه الشعب ولا في مصلحه الفرد. تمام. انا من وجهه نظري ان كل فرد ينزل الى الانتخابات ويقول صوته، بغض النظر هيدلي بصوته لمن. تمام. هل لألف أو لب، دي مش القضية بتاعتي. تمام. القضية بتاعتي أنه يكون عنصر فاعل، يكون إيجابي، ينزل يدلي بصوته ثم يترك النتائج كما تشاء. أنت لك رغبة أن أنت تختار ألف، اختار ألف، لك رغبة تختار ب، اختار ب. تمام. طيب بالنسبة للمشاركة فعلا حق مكفول لكل مواطن في الشعب المصري وكفى له الدستور والقانون، وده لازم انا من وجهه نظري لازم اخد حقي في الانتخابات واقول او لا او اشارك. انا عاوز ده عشان ده ما يجيش، فاذا انا لازم انزل وحراك سياسي مجتمعي فعلا يعني.
استاذنا الدكتور شلبي قال الواحد ينزل فعلا حق قانوني، في حق سياسي برضه للمواطن. هل برنامج الانتخابي للرئيس الرئيس عمل وعمل 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 يعني وده حصل بالفعل وزهقه كلام من ده، ولا اقول له حاجه هو محسوسه هو عايشها؟ هو طبعا في حاجات، في مصطلحات لابد نغيرها. تمام. اول مصطلح لابد نغيره هو الانتخاب ليس حقا، ولكن يجب ان يكون واجبا. تمام. يعني انا لو قلت حق ده معناه ان المواطن من حقه ان يستخدم حق او لا يستخدمه. تمام تمام. وبالتالي طبعا انا هلوم على المواطن مش عاوز يستخدم حقه. تمام. لكن لما نغير ونضع ونرسخ في اذهان المواطن مفهوم جديد هو ان الانتخاب واجب. دي نمره واحد. نمره اثنين، اذا لم نشارك، يعني اذا لم يشارك المواطن في اختيار من يحكم هذا الوطن ويدبر مصيره في الحاضر والمستقبل، فليس من حقه ان ينتقد. بالظبط. دي النقطه الثانيه برضه يرضى يحصل. انت ادينا لك الحق اهوت او واجب ان تشارك، انت تنازلت عنه طوعيه قادا وتسويدا للصفحه البيضاء للوطن. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه ان احنا لابد نقول للناس الحقيقه. تمام. يعني مثلا في الخطاب السياسي اللي احنا بنقوله للجمهور، لما اقول للجمهور ان الدوله بتحرص على ضبط الاسعار في الاسواق. تمام. وبعد ما نشرة اخبار تقول هذا الكلام على لسان متحدث باسم مجلس الوزراء، بالتالي الاسعار زادت. فالمواطن يفقد الثقه في الايه؟ في الحكومه. لا، احنا لابد نقول للناس الحقيقه اننا ارتضينا النظام الراسمالي. وفي النظام الراسمالي الدوله لم تعد منتجه، بالظبط، ولكنها منظمه لتقديم الخدمه. اذا من الذي يحدد الاسعار؟ المنتج. تمام. اذا الدوله ليس في يدها تحديد الاسعار. انا لابد اقول للناس كده. يعني انا لابد اقول للناس ان الدوله ليست مسؤوله عن ضبط الاسعار، لكن مسؤوله عن حمايه محدود الدخل. يعني ليس هذا دعوه لتخلي الدوله عن وظيفتها ومسؤوليتها في حمايه محدود الدخل. لكن لابد اقول للناس عشان ان الناس تفهم ان الطلب الزائف اللي حاصل هو اللي بيؤدي لزياده الاسعار. الاقبال المهووس غير المبرر غير مخطط لشراء السلع هو اللي بيؤدي لارتفاع الاسعار. فانا لابد اقول للناس الكلام ده. لما اجي اتكلم عن مشكله البطاله واقول الدوله لا، لابد اقول ان مشكله البطاله مشكله عالميه. تمام. ومشكله عالميه، وان الدوله ليست وحدها قادره على حل هذه المشكله. مواجهه المشاكل. لكن في ظل الكلام ده اهو اقول للناس ان التعيين سيكون بالاقدميه المطلقه. اقول للناس ان في مشكله، انا هشعر ان في مشكله، هشاركك في هذه المشكله. لكن انا ما التقاش واحد متخرج يقول امبارح اتعين وواحد من 10 سنين ما اتعينش. فانا لابد يبقى في توازن، ان انا اقول للناس الحقيقه عشان امهد له للي بيحصل، وعشان هو برضك يبدا يتخذ قرارات ويتخذ مواقف تساعد على ذلك. بالظبط. واقدر عليك صح فعلا. وابدا عليك صح. ان احنا بنعمل مشروعات الان، كان هناك غلبة على المشروعات الاستراتيجية تماما، لكن المرحلة القادمة سيكون هناك توازن بين المشروعات الاستراتيجية والمشروعات سريعة العائد التي يشعر بها المواطن. لابد المواطن يشعر. نعم، هناك قناة السويس، وهناك طرق دائرية، وهناك استصلاح لمليون ونص فدان، وهناك عاصمة إدارية، مشروعات استراتيجية ضخمة. لكن يجب إلى جانب هذا في بيزودنا قيمة التموين، البطاقة التموينية، حريصين على اللي هو ضمان تكافل وكرامة. لكن أنا عاوز مزيد. بالظبط. يعني البطاقات التموينية، ليه أنا عندي 86 مليون واحد مستفيد من البطاقات التموينية؟ ما أنا عندي ناس قادرة. يعني الناس القادرة يبقى التنقية مش عجباني، التنقية اللي شغالة دلوقتي. يعني أنا لسه ليا بطاقة مثلا وقلت أنا مش عاوز بطاقة، فبالتالي ليك بطاقه تموينيه ومش عاوزها يعني. مش عاوز وقلت مش عاوز. تمام. طب احنا لابد الناس دي تشال من البطاقه التموينيه، وبدل ما ادي دعم للمواطن 50 جنيه ادي له دعم 100 جنيه اللي هو المحدود الدخل. بالظبط فعلا. اللي هو محدودي يصل الدعم المستحق بالفعل. يعني يحتاج حضرتك يعني النظره الاجتماعيه. هل دي مطلوبه في ظل الانجازات اللي عملها الرئيس الكبير، المشروعات الكبيره اللي هيبان نتائجها فيما بعد خلال بعد سنتين او حاجه زي كده؟ يعني نزحمه ونقول للناس دي كلها، ولا ده دور الاعلام بالفعل؟ دور المجتمع المدني. الفرد المصري
عايز حاجة يشعر بيها شخصية. عايز حاجة ملموسة وعايز النهارده. هو أنا ولذلك المفترض أن تكون المشروعات ديت لابد أن تكون سريعة العائد. جزء من المشروعات ديت تكون سريع العائد بمعنى يشعر به ويلمسه المواطن المصري. في مزارع سمكية وأعلن عنها. أنا عايز أشعر بكده في سعر السمك إن هو انخفض من 30 جنيه إلى 20 جنيه مثلا. ساعتها أبقى هنا إحساس من المواطن بأن هناك شيء على أرض الواقع أصبح له مردود إيجابي عليه. إنما صحيح يعني مش هتبنى الدولة بالحاجات السريعة. لازم يكون في مشروعات يعني طويلة المدى، في استراتيجيات. إنما برضو إلى جانب هذا لابد أن يراعى المواطن المصري محدود الدخل وطبقة الموظفين اللي يمكن الرواتب بتاعتهم محدودة ويكادوا يعيشوا عيشة يعني بسيطة بالنسبة للرواتب بتاعتهم. إلى الطبقة الوسطى. الطبقة الوسطى هي رمانة الالتزام في المجتمع. هي اللي بتوزن صحيح. لو أنا الطبقة العالية شغالة كويس والدولة قاعدة تدعم طبقات محدودة الدخل، اللي هيضيع في النص الطبقة الوسطى اللي هي رمانة الميزان. فبرضك يبقى في نظرة اجتماعية. الوضع العام والوضع الاقتصادي أنا شايف أن ده بيتم في مصر كويس جدا بالتوازي مع محاربة الإرهاب، وده شيء ما حدش يقدر ينكره. هقف لحظة واحدة بس وارجع أخرج من الانتخابات واتكلم على وضع نقطة جوهرية برضو بتمس وتعمل قلق عند الناس مع الزيادة السكانية، وهي مشكلة وثيقة الصلة بعمل حضراتكم أو قريبة من عمل حضراتكم. يعني المناهج التعليمية في الوضع الحالي هل يجب تطويرها بما يتواكب مع هذه الرؤى؟ يعني هو بالنسبة للمناهج التعليمية أنا أعتقد ما فيش جه وزير تربية وتعليم إلا وكان الهدف الأسمى والبداية الأولى تغيير المناهج التعليمية. وأنا يعني أقول وبكل اطمئنان وثقة بأنه لا توجد رؤية كاملة بالنسبة للتعليم في مصر، ونحن في حالة من التدهور لم يسبق له مثيل في الناحية التعليمية. لأن كل وزير بيجي بيمثل وكأنه موضوع خاص بذاته دون النظر إلى ما سبقه أو إلى ما يأتي إليه. لا، هي المفروض تبقى فيه استراتيجية للتعليم يتم تنفيذها بغض النظر عن شخص الوزير الذي يأتي. الوزير يقوم بتنفيذ هذه الاستراتيجية. ولذلك احنا بنلمس للأسف الشديد في المرحلة الجامعية تدني مستوى الطالب العلمي بشكل كبير. بيؤدي إلى ذلك، وانت بتتكلم حضرتك على الدروس الخصوصية، أصبحت الدروس الخصوصية في الجامعة والطلبة يذهبون إلى مثلا السنترز وغيره يتلقوا معلومات هشة، وبعض الكتيبات الصغيرة أو المذكرات تبقى عبارة عن ورقات يقرأها قبل الامتحان، وبعدين تيجي تصحح تجد ان النتيجة للأسف أخطاء إملائية ولغوية وعدم رؤية في الإجابة وأشياء للأسف يعني يندى لها الجبين، أو إن احنا يعني غير راضين عنها في الوقت الحالي. وده جاي من إن أنت بتاخد منتج من التربية والتعليم منتج ضعيف. بالظبط. أيمن عاوز أقول كده. فأنت بتيجي في الأصل منتج ضعيف، بتيجي في الجامعة برضه للأسف الشديد هيواصل بنفس النظام. هيواصل بنفس النظام. يعني الطالب عارف ان هو هيطلع مش هيتخرج الوقت اللي من سوق العمل مش متطلب مؤهله كالصالح مثلا احترامي لكل الخريجين الحقوق وهكذا باقي الشهادات. طب انت المفروض تنتج وانت طالب ولا لا؟ ده برضو موضوع عاوز دراسه من الحكومه وعايز اليات جديده. واعتقد التعليم الجديد اللي قال عليه الرئيس في التعليم الياباني ونقله التعليم الياباني لمصر وهتبدا السنه الجايه ان شاء الله احتمال تساعد شويه وتحفز في الانتاج. إذا سمحت لي أن يمكن في النقطة ديت اللي هي عملية هل الطالب ينتج ولا لا في أثناء فترة الدراسة. أنا راجل تعلمت في ألمانيا فترة زمنية معينة. بيعملوا إيه؟ الطالب طالب في أثناء الفصل الدراسي ليس له شاغل إلا العمل الدراسي. في الأجازات الصيفية هم لهم مثلا أجازتين 2 طوال بيسمح للطالب بالعمل في المصانع والشركات والتعاقد مع أي شركة تانية في الفترة اللي هي الفترة الصيفية بالنسبة لنا. لا، الطالب يطلع ينتج يعني. إنما في أثناء الفصل الدراسي يبقى المفروض كل همه في داخل العمل بتاعه سواء مدرسة أو جامعة. جات الأجازة الصيفية أو في أجازة نص السنة لمدة أسبوعين أو مدة 3 أسابيع يطلع يشتغل فيهم. أجازة الصيفية عندنا ما شاء الله حوالي 4 شهور يطلع يشتغل فيهم. يقدر يجيب مصروفاته اللي هو ينفق فيها منها على نفسه.
تمام. يا ريت ده يتم تطبيقه برضه في التعليم المهني وهكذا في الصنايع والحاجات دي كلها. التعليم الفني. التعليم الفني استاذنا الفاضل الاستاذ دكتور رضا رفاعي، ده بالنسبه للانتخابات الرئاسيه. الانتخابات المحليه انا شايف تاجيلها مده طويله جدا مضت من ايام الرئيس مبارك لحد الان تقريبا. دي ادت الى يعني مش قادر اقول هرتله في الشارع المصري. الكل بيتكلم كانه سياسي وهو مش سياسي. الكل بيتكلم عاوز عاوز عاوز، مفيش مطالبه، لان المطالبه الشعبيه دي كمجلس محليه التفريغ الاساسي دي ده المنبع او البيت الاساسي اللي بيطلع منه العضو مجلس الشعب اللي هو النائب البرلماني اللي بيشرع وبيقول للدوله. في ظل الحراك المفتقد ده، شايف ان الانتخابات المحليه تلي الانتخابات الرئاسيه مباشره ولا الانظمه ازاي؟ هم قيل يعني انه ممكن تيجي بالانتخابات او تيجي بالتعيينات مؤقتا كده تقوم بالدور ده. وافضل حاجه انه لم تتم او لم تجرى الانتخابات المحليه حتى الان. لان احنا في مصر مستهدفين. تمام. ومستهدفين من الخارج ومن الداخل. والاستهداف الداخلي اكثر. فالمطلوب ان نكون على قلب رجل واحد. وان احنا نتفادى نقاط الخلاف ونعزز من نقاط الاتفاق. جميل. اكثر نوع من الانتخابات يؤدي الى تمزيق المجتمع المصري مش انتخابات رئاسه ولا انتخابات النواب، انتخابات محليات. لان انتخابات محليات بتبقى عصبيه، اسر وعائلات وبالتالي لن يرحم احد من الاسر اللي ما بتمثلش، مش هيرحموا حد بالظبط. وبالتالي هنقطع بعض. احنا مش محتاجين نقطع بعض، خاصه ان الرئيس ملوش ظهير سياسي كمان يعني ولا حزب جاي منه ولا حاجه. النقطه الثانيه وبعدين انا عشان اعمل انتخابات محليات، طب الانتخابات مين اللي هيدخلها؟ هل هنخطئ الخطا اللي ارتكبناه في مجلس النواب و70% من مجلس النواب او اكثر مستقلين؟ طيب لو عملنا محليات مين اللي هينظم فين الاحزاب؟ بقيت اعمل انتخابات محليه او قوائم حزبيه. طب يعني اذا الاحزاب اللي بتمثل نص في المية هم اللي هيشكلوا المجالس المحليه، يجب ان يكون هناك ظهير سياسي للرئيس. ليس من الضروري ان يكون الرئيس رئيسا لهذا الحزب، لكن يجب ان يكون الرئيس عضوا. مع نستفيد من التجارب السابقه. مشكله الحزب الوطني ان مبارك كان رئيسا للحزب الوطني. لا، طب ايه المانع ابقى عضو في الحزب ده حزبي اللي هو الظهير السياسي بالظبط، اللي زي ما مش لازم يبقى رئيسه بالضروره يعني، مش ضروري يبقى رئيسه لكن يبقى في على الاقل حزب يعني ايه حزبين اغلبيه. انا دلوقتي عشان امرر اي قانون في مجلس النواب وصلنا لبدعه الائتلاف، جمعهم مع بعض وعملوا ائتلاف. ما هو لو ما فيش ائتلاف ما فيش قانون هيمرر في مجلس ائتلاف النواب. ائتلاف النواب. فلست الان مع اجراء انتخابات محليه متعجله. تمام. المحليات ديت هنكتفي الان بالسلطه التنفيذيه اللي موجوده ديت. تمام. ولها في غطاء شعبي لها من يعني ممكن اختار مجموعه لكن كاجي اعمل انتخابات محليه على الاقل يبقى فيه نضج للحياه الحزبيه. فين من الموقف ده؟ هو الدكتور محمد حسن إناوي رئيس الجامعه قرر تنظيم سلسله من الندوات. جميل قوي. بالتعاون مع اللجنه الوطنيه للانتخابات. تمام. وهذه السلسله بتحمل شعار شارك صوتك هيوصل. جميل قوي. وزي ما الدكتور شلبي قال الندوات دي هتتوزع على كليات الجامعه وبيحاضر فيها اساتذه من كليه الحقوق ومن اللجنه الوطنيه بعض المستشارين وبعض رجال السياسه. كان مثلا يوم 20 مثلا بتشارك او حاجه زي كده يوم الثلاث طبعا هذه السلسله من الندوات برعايه الاستاذ الدكتور محمد حسن إناوي رئيس الجامعه ورياده الدكتور اشرف باسط نائب رئيس جامعه شؤون الطلاب. تمام. وتحت اشراف بقى الدكتور شريف خاطر عميد الحقوق. الدكتور ده السيد احمد عميد كليه الاداب. تمام. ومن ده امتى يا دكتور بقى؟ في ندوه عندنا في كليه اداب يوم 20 الدكتوره هاجر طه. تمام. والدكتور المعتصم بالله مصطفى. تمام ما شاء الله. طبعا الدكتور رضا يعني طلب من الاقسام برضه يا سيد احمد عميد الكليه طلب من الاقسام ان اي حد عنده اقتراح بندوه بورقه يعني ورقه يتكتب فيها حاجه وتتوزع. تمام. باي اقتراح. والدكتور رضا بيدعم هذه الانشطه. المجتمع الخارجي اللي قاعد يتتبع
سكناتنا وبيستهدفنا ان احنا ورا القياده السياسيه بتاعتنا، وان احنا وصلنا لدرجه معقوله من النضج السياسي. تمام. وهنطلع وهنقول صوتنا. الحلقه بشكر استاذنا الفاضل الاستاذ الدكتور شارب الجعيدي، رئيس قسم التاريخ بكليه اداب المنصوره. الاستاذ الدكتور رياض رفاعي، الاستاذ التاريخ المعاصر بجامعه كليه اداب جامعه المنصوره. شكرا لحضراتكم اعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بإرادتك مصر بنت وعمرت، بوجودك مصر زرعت وصنعت، بشخصيتك مصر قدرت وغيرت، بإيمانك مصر حاربت الإرهاب، بقوتك مصر بتتحدى العالم، وبصوتك مصر قادرة وقدرت وهتقدر. كل ده لأن مصر بيك تبقى مصر، ولسه صوتك قادر. انزل. الوكيل الإعلامي الرسمي شركة ميديا فيجن. ثم عدلي منصور بعد عزل محمد مرسي وصدور الاعلان الدستوري في 3/7. لا الدستوري بتاعنا احنا بقى 3/7 الاعلان الدستوري اللي هو اصدره رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحه في ذلك الوقت، اللي هو المشير عبد الفتاح السيسي. فتولى فتحي عدلي منصور تولى رئاسه الجمهوريه بصفه مؤقته بصفته، لان ما كانش في مجلس شعب، بصفته رئيس مجلس رئيس المحكمه. اللقب الرابع الخامس هو لقب رئيس مجلس قياده الثوره، وتولى هذا اللقب 2 محمد نجيب في وجود احمد فؤاد الثاني، وثم جمال عبد الناصر بعد العزل نجيب سنه 54 في حادثه 4 مارس 54. ظل جمال عبد الناصر رئيسا للوزراء ورئيسا لمجلس قيادة الثورة حتى 1956 عندما صدر دستور مصر المؤقت 56. فتم انتخاب جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية، وبالتالي كان هو أول رئيس جمهورية منتخب بالاستفتاء. بالظبط. تمام. يعني بس منتخب عن طريق، ما كانش انتخاب متعدد زي ما الدكتور شلبي قال يعني. فجمال عبد الناصر أول رئيس جمهورية. طبعا محمد نجيب مؤقت. أول رئيس جمهورية من 56 ل 70 عندما توفى عبد الناصر، ثم تولى السادات 70 81، ثم تولى مبارك 81 2011، ثم تولى مرسي 2012 2013، ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي من 2014 وحتى الآن. اللقب الأخير اللي هو الثامن اللي تولاها رؤساء مصر هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اللي هو تولاه المشير طنطاوي بعد 25 بعد إعفاء أو تنحي الرئيس مبارك حتى تولية عدلي منصور رئيسا، حتى تولية محمد مرسي رئيسا بعد انتخابات 2012. مصر الجديد قلبي معاك. كلنا عارفين ان المسؤولية كبيرة وان في مشاكل كتيرة في مصر، لكن ان شاء الله ربنا هيكون جنبك وكلنا وراك، وهنحقق لمصر اللي كلنا بنتمناه. عايزين نشوف مصر الجديدة، مصر القوية، مصر اللي عندها كرامة، مصر المثل الأعلى لكل البلاد. نرجع ونقول بقى ان احنا في شهر فبراير الحالي، يوم 23 منه او 24 حتى 23 مارس اعلان الرئيس وفتره الدعايه الانتخابيه. تجرى الانتخابات في الخارج 16 و17 و18، وفي الداخل في مصر هنا 26 27 28. الانتخاب في مصر حاليا يا دكتور رياض، وده وضع حديث يعني، اسمح لي يا دكتور شربي يعني وضع حديث وارجع سيادتك تاني. نظام قالوا رئاسي وشبه رئاسي وبرلماني، اي الانظمه افضل في النظام المصري؟ افضل نظام هو النظام المختلط. احنا عندنا 3 انظمه. تمام. نظام رئاسي، نظام برلماني، نظام مختلط. النظام الرئاسي السلطه في ايد رئيس الجمهوريه لوحده، وكتير مش عاوزين دي، بس نحن نميل لهذا. نحن نميل الى هذا. شخصيه الشعب المصري، جينات الشعب المصري تميل الى النظام الرئاسي. تمام. حتى لو نص الدستور على غير ذلك. النظام الثاني نظام برلماني، تحكم حكومه تملك الاغلبيه في البرلمان. تمام. ده نظام البرلمان. النظام الثالث مختلط.
السلطة فيه قسمة بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الحكومة اللي بيمثل الأغلبية في البرلمان. تمام. إذا مالت سلطات رئيس الجمهورية يبقى نظام مختلط شبه رئاسي، وده اللي كان موجود على الورق في دستور 71 اللي هو النظام المصري. 71 نظام مختلط شبه رئاسي، لكن كانش مفعل. لا احنا نميل الى النظام الرئاسي. طيب احنا الان بيحكمنا ايه؟ اللي هو دستور 2014 شبه برلماني، مختلط شبه برلماني. السلطه فيه اعلى لمجلس الوزراء الذي ينتمي لاغلبيه البرلمان، بدليل ان رئيس الجمهوريه بيرشح رئيس وزراء لا يصبح رئيس الوزراء الا اذا وافق عليه مجلس الايه؟ النواب. بالظبط. لا يوافق على تعيين وزير الى مجلس النواب. بالظبط. فبالتالي احنا دول 3 انظمه. تمام. نظام رئاسي، برلماني، مختلط. نحن نميل الى النظام الرئاسي. تمام. لكن الان دستورنا دستور 2014 نظام مختلط شبه برلماني. تمام. ده من وجهه نظري يا دكتور شلبي ان الاغلبيه كده هتكون بالنظام الحالي ده نعم في ايد مجلس النواب، ومجلس النواب هيرجع لاكثر الاحزاب السياسيه اللي عنده او اكثر التجمعات او الائتلافات عنده. واعتقد الاحزاب السياسيه في مصر ما شفناش منها برامج كتير جدا. حد اتقدم للرئاسه خالص قال المهندس مصطفى موسى وكان الاستاذ سيد البدوي، والحزب قال لا بلاش وحاجات زي كده. فهو دلوقتي حزب واحد اللي ظهر، باقي الاحزاب اللي عدت 116 حزب دي دورها هيكون ازاي في مجلس الشعب بالنظام المختلط ده؟ هتكون كافه في ايدهم ولا مش في ايدهم، ولا هم ما عندهمش اصلا برامج؟ لا، أنا أعتقد أن الحياة الحزبية في مصر في العصر الحالي في أضعف حالتها. يعني طبعا يعني الحياة الحزبية صحيح عدد كبير من الأحزاب ولكن دون فعالية في الشارع المصري أو على أرض الواقع. تمام. وبالتالي لا هم أعدوا نفسهم لانتخابات رئاسية، وأعتقد حتى ولا انتخابات محلية قادمة. تمام. ومن هنا ده يعني ايه سببه بقى؟ يمكن يبقى فيه تفسيرات، عده تفسيرات. كلام الدكتور رياض صح فعلا. النظام عده تفسيرات اللي هو يعني لان الاحزاب غير فاعله في الوقت الحالي. تمام. كون ان يبقى فيه مثلا شخص تقدم بالترشح لانتخابات رئاسه الجمهوريه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده في حد ذاته يعني ايه حاجه جيده. تمام. يعني بدل ما كان يبقى وحيدا، لا اما يبقى موجود يبقى في شكل ديمقراطي يبقى موجود مجتمع. هو يبقى فعالية المجتمع المصري والشعب المصري في الخروج للإدلاء بصوته وممارسة حقه الطبيعي والإيجابية في هذا الموضوع، وليختار. ايه الدوافع بقى اللي تخلي المواطن ينزل يشارك في الانتخابات؟ الدافع اقنعه ازاي كاعلام؟ اقنعه ازاي ينزل في ظل ناس اعداء للبلد قاعدين يقولوا ما تنزلش وما تشاركش وحاجات زي كده؟ هقول لحضرتك يعني اول دافع ان حق الانتخاب ده اصبح حق مكفول لكل مواطن مصري، لكل فرد في مصر، لكل فرد في مصر. وهذا الحق ما جاش من فراغ، وانما جه نتيجه يعني كفاح لفترات زمنيه طويله ان انت تمارس هذا الحق. تمام. فكونك ان انت تتنازل عنه بشكل سلبي ده ليس في مصلحه الشعب ولا في مصلحه الفرد. تمام. انا من وجهه نظري ان كل فرد ينزل الى الانتخابات ويقول صوته، بغض النظر هيدلي بصوته لمن. تمام. هل لألف أو لب، دي مش القضية بتاعتي. تمام. القضية بتاعتي أنه يكون عنصر فاعل، يكون إيجابي، ينزل يدلي بصوته ثم يترك النتائج كما تشاء. أنت لك رغبة أن أنت تختار ألف، اختار ألف، لك رغبة تختار ب، اختار ب. تمام. طيب بالنسبة للمشاركة فعلا حق مكفول لكل مواطن في الشعب المصري وكفى له الدستور والقانون، وده لازم انا من وجهه نظري لازم اخد حقي في الانتخابات واقول او لا او اشارك. انا عاوز ده عشان ده ما يجيش، فاذا انا لازم انزل وحراك سياسي مجتمع فعلا. يعني استاذنا الدكتور شلبي قال الواحد ينزل فعلا حق قانوني، في حق سياسي برضه للمواطن. هل برنامج الانتخابي الرئيس عمل وعمل 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 يعني وده حصل بالفعل وزهقه كلام من ده، ولا اقول له حاجه هو محسوسه هو عايشها؟ هو طبعا في حاجات، في مصطلحات لابد نغيرها. تمام. اول مصطلح لابد نغيره هو الانتخاب ليس حقا ولكن يجب ان يكون واجبا. تمام. يعني انا لو قلت حق ده معناه ان المواطن من حقه ان يستخدم حق او لا يستخدمه. تمام. تمام. وبالتالي طبعا انا هلوم على المواطن مش عاوز يستخدم حقه. تمام. لكن لما نغير ونضع ونرسخ في اذهان المواطن مفهوم جديد هو ان الانتخاب واجب. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، إذا لم نشارك، يعني إذا لم يشارك المواطن في اختيار من يحكم هذا الوطن
ويدبر مصيره في الحاضر والمستقبل، فليس من حقه أن ينتقد. بالظبط. دي النقطة الثانية برضه يرضى بقى يحصل. أنت ادينا لك الحق أهوت أو واجب أن تشارك، أنت تنازلت عنه طوعية قادا وتسويدا للصفحة البيضاء للوطن. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة إن إحنا لابد نقول للناس الحقيقة. تمام. يعني مثلا في الخطاب السياسي اللي احنا بنقوله للجمهور، لما أقول للجمهور أن الدولة بتحرص على ضبط الأسعار في الأسواق، تمام، وبعد ما نشرة أخبار تقول هذا الكلام على لسان متحدث باسم مجلس الوزراء، بالتالي الأسعار زادت، فالمواطن يفقد الثقة في الإيه؟ في الحكومة. لا، احنا لابد نقول للناس الحقيقة أننا ارتضينا النظام الرأسمالي، وفي النظام الرأسمالي الدولة لم تعد منتجة بالظبط، ولكنها منظمة لتقديم الخدمة. إذن من الذي يحدد الأسعار؟ المنتج. تمام. إذن الدولة ليس في يدها تحديد الأسعار. أنا لابد أقول للناس كده. يعني أنا لابد أقول للناس إن الدولة ليست مسؤولة عن ضبط الأسعار، لكن مسؤولة عن حماية محدود الدخل. يعني ليس هذا دعوة لتخلي الدولة عن وظيفتها ومسؤوليتها في حماية محدود الدخل، لكن لابد أقول للناس عشان إن الناس تفهم إن الطلب الزائف اللي حاصل هو اللي بيؤدي لزيادة الأسعار. الإقبال المهووس غير المبرر غير مخطط لشراء السلع هو اللي بيؤدي لارتفاع الأسعار. فأنا لابد أقول للناس الكلام ده. لما أجي أتكلم عن مشكلة البطالة وأقول الدولة لا، لابد أقول أن مشكلة البطالة مشكلة عالمية. تمام. ومشكلة عالمية، وأن الدولة ليست وحدها قادرة على حل هذه المشكلة. مواجهة المشاكل. لكن في ظل الكلام ده أقول للناس أن التعيين سيكون بالأقدمية المطلقة. أقول للناس إن في مشكلة، أنا هشعر إن في مشكلة، هشاركك في هذه المشكلة. لكن أنا ما التقاش واحد متخرج يقول امبارح اتعين وواحد من 10 سنين ما اتعينش. فأنا لابد يبقى في توازن، إن أنا أقول للناس الحقيقة عشان أمهد له للي بيحصل، وعشان هو برضك يبدأ يتخذ قرارات ويتخذ مواقف تساعد على ذلك. بالظبط، وأقدر عليك صح فعلا. وأبدأ عليك صح. إن إحنا بنعمل مشروعات الآن، كان هناك غلبة على المشروعات الاستراتيجية تماما، لكن المرحلة القادمة سيكون هناك توازن بين المشروعات الاستراتيجية والمشروعات سريعة العائد التي يشعر بها المواطن. لابد المواطن يشعر. نعم، هناك قناة السويس، وهناك طرق دائرية، وهناك استصلاح لمليون ونص فدان، وهناك عاصمة إدارية، مشروعات استراتيجية ضخمة. لكن يجب إلى جانب هذا في بيزودنا قيمة التموين، البطاقة التموينية، حريصين على اللي هو ضمان تكافل وكرامة. لكن أنا عاوز مزيد. بالظبط. يعني البطاقات التموينية، ليه أنا عندي 86 مليون واحد مستفيد من البطاقات التموينية؟ ما أنا عندي ناس قادرة. يعني الناس القادرة يبقى التنقية مش عجباني، التنقية اللي شغالة دلوقتي. يعني أنا لسه ليا بطاقة مثلا وقلت أنا مش عاوز بطاقة، وبدل ما ادي دعم للمواطن 50 جنيه ادي له دعم 100 جنيه اللي هو المحدود الدخل. بالظبط، اللي هو محدودي يصل الدعم المستحق بالفعل. يحتاج حضرتك يعني النظرة الاجتماعية. هل دي مطلوبة في ظل الإنجازات اللي عملها الرئيس الكبير، المشروعات الكبيرة اللي هيبان نتائجها فيما بعد سنتين أو حاجة زي كده؟ يعني نزحمه ونقول للناس دي كلها، ولا ده دور الإعلام بالفعل؟ دور المجتمع المدني. الفرد المصري عايز حاجة يشعر بها شخصيا. عايز حاجة ملموسة، وعايز النهارده. هو أنا ولذلك المفترض أن كل المشروعات ديت لابد أن تكون سريعة العائد. جزء من المشروعات ديت تكون سريع العائد، بمعنى يشعر به ويلمسه المواطن المصري. في مزارع سمكية وأعلن عنها، أنا عايز أشعر بكده في سعر السمك إن هو انخفض من 30 جنيه إلى 20 جنيه مثلا. ساعتها أبقى هنا إحساس من المواطن بأن هناك شيء على أرض الواقع أصبح له مردود إيجابي عليه. إنما صحيح يعني مش هتبنى الدولة بالحاجات السريعة. لازم يكون في مشروعات يعني طويلة المدى، في استراتيجيات. إنما برضو إلى جانب هذا لابد أن يراعى المواطن المصري محدود الدخل وطبقة الموظفين اللي يمكن الرواتب بتاعتهم محدودة ويكادوا يعيشوا عيشة يعني كم بسيطة بالنسبة للرواتب نظرة بتاعتهم. إلى الطبقة الوسطى
الطبقه الوسطى هي رمانه الالتزام في المجتمع. هي اللي بتوزن صحيح. لو انا الطبقه العاليه شغاله كويس والدوله قاعده تدعم طبقات محدوده الدخل، اللي هيضيع في النص الطبقه الوسطى اللي هي رمانه الميزان. فبرضك يبقى في نظره اجتماعيه. الحلقه بشكر استاذنا الفاضل الاستاذ الدكتور شارب الجعيدي، رئيس قسم التاريخ بكليه اداب المنصوره. الاستاذ الدكتور رياض رفاعي، استاذ التاريخ المعاصر بجامعه كليه اداب جامعه المنصوره. شكرا لحضراتكم اعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بإرادتك مصر بنت وعمرت، بوجودك مصر زرعت وصنعت، بشخصيتك مصر قدرت وغيرت، بإيمانك مصر حربت الإرهاب، بقوتك مصر بتتحدى العالم، وبصوتك مصر قادرة وقدرت وهتقدر. كل ده لأن مصر بيك تبقى مصر، ولسه صوتك قادر. الوكيل الإعلامي الرسمي شركة ميديا فيجن.